ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دائما تكونوا بخير وسلامة يا رب. كل سنة بقى وانتوا طيبين. الفول المدمس يا حبايبي بيبقى جميل خالص في السحور او على الفطار. في الايام العادية بيبقى جميل خالص وموفر. معنا هنا بقى كيلو فول من اللي هو بتاع التدميس. الحباية الصغيرة دي يا حبايبي، الحباية الصغيرة دي هي اللي بتبقى جميلة. تمسكيها تنقيها كده من اي حاجة فيها يا روحي، وتحطيها كده في الحلة بتاعتنا. ومعانا ربع كيلو فول من المدشش. فول من المدشش ده بيخلي الفول بتاعك عسل كده، عسل بالصلاة على النبي. صلوا على النبي كده يا حبايبي. ده ربع كيلو من الفول من المدشش. والتانية يا حبايبي كيلو من الفول اللي هو الايه، الحب ده يا حبايبي، بس جيبي صغير. وهننزل بقى بالصلاة على النبي بكوبايتين كده من المية السخنة. احنا هننقعه لسه الأول، هنديله فترة نقع الأول. النقع ده أنا نقعته من الصبح لحد بالليل، او لو انت نقعتيه من بالليل تسيبيه للصبح. ماشي يا حبيبي. بعد ما تنقع وبقى جميل كده بينفش خالص، وحجمه بيتضاعف، بيبقى قد مرتين اتنين. وتعرفي ازاي ان هو اتنقع كده؟ حاجه كده بيبقى جميل خالص سهل في التسويه. ان اللي هو الفول المدش ده يتكسر كده معاك. لما يتكسر كده معاك يبقى هو كده اتظبط في فتره النقع. وهتغسليه وتصفيه. وهنرجع بقى تاني للفول بتاعنا القمر ده. هنحط عليه بقى جزرتين كده مبشورين، وطماطمتين كده وسط. اللهم صل على حضرة النبي محمد. جميل خالص يا حبايبي وموفر وجميل خالص وطعم والله العظيم عسل عسل وزبدة كده بالصلاة على النبي. حطينا كده جزرتين وطماطمتين. ماشي يا حبايبي. معنا بقى هنا فل هنا اللهم صل على النبي عدس من الاصفر. عدس من الاصفر ده يا حبيبي ربع كيلو. انا بقول لك اهوت بالميزان. ربع كيلو يا حبيبتي. هتغسليه، مش هتنقعيه، تغسليه بس كده. ومعلقة صلصة. اللهم صل على النبي. واللي يحفظ لك الفول بتاعنا يا حبايبي، معلقه السكر ديت والليمون. هتشيلي البذر وهتعصري الليمون، بس ما تحطوش القشر بتاعها. اعصرها بس يا روحي. واللهم صل على حضرة النبي. وهننزل عليه بقى بالمية السخنة بتاعتنا. هنغطيه هنغطيه بالمية السخنة بتاعتنا. وعايز نار هادية خالص زي الشمعة كده، شمعة كده، نار هادية. هيقعد معاك حوالي من ساعتين ونص 3. بس اهم حاجة تغطي الحلة او قدرة بقى تسوي في قدرة بقى، تسوي في حلة براحتك خالص. ايه المتوفر عندك اعملي فيه. هنغطي بقى الحلة بتاعتنا. هنغطيها بورق فويل عشان ما يبقاش داخلها اي تهوية. كل ما تبقى الحلة معاك او القدرة او اللي انت هتسوي فيه إيه، الغطا بتاعه محبك، بيبقى جميل خالص ويساعد معاك على التسوية بسرعة. فانا طبعا ما عنديش قدرة، فانا قلت اما اعمل في الحل. مفيش حاجة خالص هتقفي يا حبايبي، كل حاجة حلوة بالصلاة على النبي. كل حاجة حلوة ومشي ظروفك يا روحي. اللهم صل على حضرة النبي محمد. لايك حلو بقى للمنورة كده لو وصلت لحد هنا. وما تنسوش بقى يا حبيبي تشتركوا معانا في القناة. انا عملتها بورقة من الفيل عشان ما فيش اي تنفيس يبقى في الحلة، تبقى كده محبكة وتبقى جميلة. اهم حاجة تكتميها كويس. يلا بيقولك ايه، ان كان رزقك ضيق فنوسع له المعون. انا لقيت الحله ضيقه عليها فنقلتها في حله ألمونيا يا حبايبي. اللهم صل على النبي. ده على نار هاديه. دي بعد ما خد كده ايه ساعتين من التسويه. وخدي بالك يا حبيبتي، لو انت الفول بتاعك احتاج ميه وحسيت ان هو عاوز لسه يكمل سوى، اوعي تزوديه بميه ساقعه. لازم تزوديه بميه سخنه. الميه السخنه بتبقى جميلة خالص. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. دايب ازاي، دايب ازاي، قمر ازاي بالصلاة على النبي. جميل خالص يا حبايبي. والف هنا وصحة على قلبكم. وموفر خالص. مش كل يوم بقى تروحي ان انت تشتري. تمسكي تكيسي وتحطي عندك في الفريزر ويبقى جميل خالص. اهو تعرفي ازاي يا روحي ان هو استوى؟ هتشوفيه بقى بالجمال ده بالصلاة على النبي. تلاقي الحباية انهرست كده وبقت عاملة زي الزبدة. زبدة بقى بالصلاة على النبي. كده بقى استوى بقى عسل عسل. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويفرح قلوبكم يا رب. لايك بقى للمنورة واشتراك معاها في القناة. حبايبي اللي بيتفرجوا على الفيديو مش هتخسروا حاجة لما تدعموني وتعملوا لايك، والله تفرحوني كده يا حبايبي وترفعوا لي الفيديو. ربنا يفرح قلوبكم ويسعدكم في الايام المفترجة ده يا رب. وكل اللي انتوا بتتمنوه تتحقق يا رب في الايام المفترجة ده. ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين. طبعا بقى طبق الفول بتاعنا ده شوية الطحينة وشوية أهم حاجة معلقة السمنة البلدي والطحينة بقى والكمون والملح. حابة تحط ليمون براحتك، حابة تزودي أي إضافة تانية براحتك. وده بعد ما عملنا الفول بتاعنا بعد ما برد احنا كيسناه. هتحطي بقى في الفريزر ولما تحتاجي منه تاخدي واحد واحد وكده بالصلاة على النبي.